تقييم لاعبي منتخب مصر يا جماعه امام نيجيريا النهارده. طبعا دي مباراه كانت تحديد المركز الثالث، ومنتخب مصر فشل بامتياز في الحصول حتى على المركز الثالث. يعني انا بالنسبه لي ما يفرقش معايا المركز الثالث من الرابع، بس انا بتكلم في فكره ان انت كل الاختبارات الحقيقيه اللي منتخب مصر دخلها مع منتخبات يتقال عليها صعبه فشل فيها. تمام. طيب خلينا نبدا ونقول ونقيم الباشا الاستاذ حسام حسن. حسام حسن يا جماعه يتحمل جزء كبير من فشل المنتخب في افريقيا، وانا بعتبره فشل. انت بالنسبه لك منتخب مصر نجح في البطوله، انت حر، ده رايك. بس انا رايي انا الشخصي ان منتخب مصر فشل بجداره. يعني مش عايزه اقول لك انا ما عجبنيش اداء منتخب مصر في المنتخب ما عدا مباراه كوت ديفوار. المره الوحيده اللي انا كنت راضيه عن الاداء، مع اننا كسبنا مباريات قبلها، بس دي المره الوحيده اللي انا كنت راضيه عن الاداء. تمام. طيب عامه حسام حسن صفر كالعاده. نبتدي طبعا بحراسه المرمى. النهارده في حراسه المرمى كان مصطفى شوبير. مصطفى شوبير النهارده بصراحه نجح في كل الاختبارات اللي اتعرض ليها. ما كانش في اختبارات جباره يعني، بس النهارده كان في اختبارات يتقال عليها كويسه. فالنهارده مصطفى شوبير كان مركز جدا، ذهنه حاضر، عنده سرعه رد الفعل. في كوره كانت صعبه هو صدها، وفي كوره كانت ممكن تعمل لنا ازمه يعني، لان الدفاع كان متاخر شويه، فهو خرج وخروجه كان في توقيت ممتاز بصراحه. ده غير انه تصدر ركله ترجيح، فممكن نديله 9.5 من 10. طيب طبعا النهارده محمد هاني، انا في العادي يعني محمد هاني مش على وفاق، يعني بحس ان انا مش بحب طريقه لعبه. بس النهارده محمد هاني لك ان تتخيل ان هو اللي كان بيشغل صلاح، وصلاح هو اللي بيرفض الهدايا يعني. فانت متخيل الوضع اللي احنا كنا فيه. فممكن ندي هاني 8.5. النهارده رامي ربيعه بصراحه طوال البطوله رامي ربيعه قدم مستوى كويس جدا في البطوله، من احسن اللعيبه اللي كانت بتلعب في المنتخب. ممكن ندي رامي 8.5. طبعا النهارده كان في حمدي فتحي برضو قدم مستوى كويس من حيث الدفاع. انا بالنسبه لي كان عندي مشكله معاه في الهجوم شويه، بس هو طبعا النهارده بيلعب في قلب الدفاع شويه، ف ممكن نديله 7. خالد صبحي النهارده كان بيلعب، طبعا بقاله كتير ما لعبش، بس قدم مستوى ثابت الى حد ما، عمل كام ميس باص كده يعني، فممكن نديله 6.5. طبعا النهارده مهند لاشين كان بيلعب في خط النص لان مروان عطيه كان غايب. مهند لاشين من اللعيبه الكويسه اللي بتلعب اصلا في بيراميدز. والله هو كان كويس، ممكن نديله 7. طبعا انا كان عندي ازمه كبيره قوي في فكره الهجوم بتاع منتخب مصر النهارده. حرفيا كان يعني هجوم سيء الى ابعد الحدود. انت متخيل الكارثه يعني؟ اللي اتفرج هيفهم انا بتكلم في ايه. طيب فبالنسبه لي خط الهجوم بيبدا من امام عاشور وزيزو. تمام. والاتنين النهارده كانوا يعني مش الطف حاجه، سيئين جدا. امام عاشور ممكن نديله 5. امام عاشور النهارده مش هو امام عاشور بتاع الماتشات اللي فاتت. تمام. يعني امام عاشور في ماتش كوت ديفوار كان حلو قوي 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 بقولها تاني يعني. النهارده لا. فامام عاشور النهارده ممكن نديله مثلا 4. زيزو النهارده برضو الباشا البيه ما فيش، ما تلاقيش، ما عنديش، فزيزو ممكن نديله مثلا 2 مثلا. صلاح النهارده بجد من أسوأ، لا هو مش من أسوأ، هو أسوأ لاعب في المباراة. صلاح أسوأ لاعب في المباراة، بكرر تاني. وعلى فكرة دي تاني مباراة على التوالي لمحمد صلاح وهو أسوأ لاعب في المباراة. أول مباراة كانت قدام السنغال، هتقولي قبل كده كان كويس، هقولك لا برضو ما كانش توب فورم لصلاح، يعني صلاح ما كانش هو صلاح في الماتشات اللي فاتت، بس كان أحسن من الماتشين اللي فاتوا. يعني الماتشين اللي فاتوا صلاح كارثة من كوارث الزمن. أنا مش عارفة ازاي صلاح كمل 90 دقيقة بهذا المستوى المزري. صلاح 0. والحقيقه يعني لو في درجه ممكن اديها له اقل من 0 انا ممكن اديها له عادي. تمام.
طبعا تريزيجيه كان بيلعب الناحيه التانية، والحقيقه انا مش فاهمه تريزيجيه ماله، يعني بجد تريزيجيه ماله. تريزيجيه سيء قوي، يعني الكوره معاه بتفقد، هو بتتقطع منه، ولما بيجي يعمل تمريره او باص ما بيبقاش قاري اللي قدامه، يعني ما بيحطهالوش كويس، فبيفقدها برضو. فبجد يعني تريزيجيه ممكن نديله يعني 1 مثلا. طبعا مصطفى محمد النهارده يا جماعه اتعرض لكم انتقادات كبيره قوي على السوشيال ميديا. ليه بقى؟ لانه بيقولك هو ده بقى اللي انتوا كنتوا عايزينه يلعب، عمل لنا ايه لما لعب؟ طب ممكن تقول لي فرصه حقيقيه جت لمصطفى محمد طوال الوقت اللي لعبه؟ ممكن هي فرصه وحيده قبل ما يطلع، بقيه الوقت جاله حاجه؟ انت فقير فنيا يا حبيبي، يعني النهارده مستوى منتخب مصر فقير فنيا قوي قوي، مفيش فرص محققه للتهديف الا فرصه مثلا صلاح ضيعها، فرصه زيزو ضيعها، لكن جت لمصطفى محمد حاجه؟ عشان بس الكلام على السوشيال ميديا ده بيبقى هري قوي، ماشي؟ ومش عشان مصطفى محمد من الزمالك فانا بدافع عنه، والله ابدا. انا قلت لك شوبير كان كويس واديته درجه عاليه، انا ما يفرقش معايا على فكره الحركات دي، تمام؟ فانا بالنسبه لي مصطفى محمد اتظلم النهارده. ليه؟ لان اصلا حسام حسن يا جماعه قضى على مصطفى محمد فنيا ومعنويا ونفسيا، كل ده اتقضى عليه. يعني انت لك ان تتخيل ان انت بيتقال عليك ربع محترف، ايه انت احساسك هيبقى ايه؟ هتنزل تدي اقصى ما عندك في الملعب؟ اكيد لا. طيب بعيدا عن ده، انت كمان بتنزل اخر مباراتين، بتنزل اخر دقيقتين في الوقت الضايع من المباراه، اوكي؟ اخر دقيقتين، يعني انت بيتضيع بيك وقت، انت كمحترف في الدوري الفرنسي بيتضيع بيك وقت. انت متخيل اصلا احساسك هيبقى عامل ازاي؟ تمام؟ طيب طبعا الموضوع ده مش حلو خالص، ولو هتقولي قيمه مصطفى محمد هقول لك 4، تمام؟ بس هو اتظلم، يعني 4 بس هو اتظلم، ماشي. طبعا في بدلاء نزلوا النهارده، عندك يا سيدي زيزو خرج، محمود صابر دخل، عندك تريزيجيه خرج، ونزل مرموش. والحقيقه ان مرموش يعني لم يقدم استفاده حقيقيه يعني لما نزل، بس اكيد كان احسن من تريزيجيه، ممكن نديله 5. محمود صابر لم يضيف شيء قوي، ممكن نديله 4. طبعا مصطفى محمد خرج، و عامة يا جماعة الباقي لم يختبر، يعني انا بحس ان انا هقسو عليهم شوية، بس عامة هو اداء كان زي الزفت. والنهارده الشق الهجومي يعني لعيبة الشق الهجومي كانوا كلهم زي الزفت، وماتش ملوش لازمة ومحدش فاهم حاجة عامة المهم ان هو خلص، والحمد لله ان البطولة خلصت، لان بصراحة ادائنا في البطولة مكانش احسن حاجة، فانا اتخنقت.